من ساعة ما كأس العالم للفيفا بدأ، السياسيين بتوعنا اليساريين المجانين بتوع ثقافة الصحوة النشطاء، كل الناس بتحاول تسوق لنا فكرة التعددية الثقافية كفكرة ناجحة، لأنهم بيقولوا شوف أستراليا كانت هتبقى فين من غير التعددية الثقافية. بص على فريق الكرة بتاعنا، في 5 لاعبين أستراليين من أصل أفريقي بيلعبوا فيه، ولو ما كانش عندنا تعددية ثقافية الناس دي ما كانوش هيبقوا هنا، واستراليا ما كانش هيبقى ليها أي مكانة في الساحة الرياضية الدولية. بصراحة الحجة دي كانت غبية جدا من البداية، لأني فاكر كأس العالم 2006 اللي ما كانش فيه ولا لاعب من أصول غير غربية، وأستراليا وصلت لدور السادس عشر، وبعدين أستراليا خسرت قدام إيطاليا في ربع النهائي، وإيطاليا في الآخر كسبت كأس العالم. وطبعا مش محتاج أقول قبلها بسنتين في أولمبياد أثينا أستراليا كانت رقم 4. وأستراليا بالنسبة للناس اللي من برا معروفة بشواطئها الجميلة، الشمس اللي ما بتغيبش، الكنغر، وأعلى تركيز للرياضيين. عدد سكان أستراليا دلوقتي حوالي 27 مليون، بس في 2004 وقت أولمبياد أثينا كان عدد سكان أستراليا تقريبا 20 مليون. بالنسبة لعدد السكان أستراليا بتطلع رياضيين أكتر من أي دولة تانية، وزي ما قلت أستراليا كانت رقم 4، ودائما أستراليا في جدول الميداليات في الأولمبياد بتكون من ضمن الخمسة الأوائل. فلو هتقول لنا إنك محتاج التعددية الثقافية عشان أستراليا تبقى كويسة في الرياضة، ده مش منطق خالص، لأن أستراليا أصلاً كانت دولة رياضية جداً. لكن واحد من لاعبي كرة القدم عندنا، واحد من لاعبي منتخب أستراليا لكرة القدم، اسمه أوير مابل. آسف لو بنطق اسمه غلط، لأني بصراحة ما اتفرجتش على أي ماتشات لمنتخب أستراليا لكرة القدم. أنا مش متابع كرة القدم قوي، تحية لي، عمل إنجاز إنه لعب لأستراليا، برافو عليه، أكيد هو رياضي ممتاز. بس كان عنده تعليق على فكرة الثقافة الواحدة اللي بتتكلم عنها بولين هانسون، فخلينا نسمعه ونشوف هيقول إيه، لأن كل المجانين اليساريين اللي بيدعوا الصحوة واقفين في صفه، وهم بيضحكوا في وش بولين هانسون كأنه قال كلام خطير وجديد واحنا مش عارفين نرد عليه. فخلينا نتفرج عليه مع بعض ونشوف هيقول ايه. ده ما اشتتناش بصراحة، لأن احنا عارفين احنا بنمثل ايه. احنا بنمثل أستراليا في أكبر محفل، وأستراليا زي ما قلت من يومين انت عارف هي أحسن بلد في العالم، والسكروز هم أفضل تمثيل لكده. ولو في حد بيحاول يفرق ده يبقى غالبا هو نفسه مش أسترالي بشكل ما، مع كامل الاحترام. بس التعددية الثقافية في تعريفها بتفرق الناس، مش كده؟ انت كده بتقول اننا عايشين في استراليا، بس لينا طريقتنا الخاصة في الحياة، تمام. انا هحافظ على اسلوب حياتي ده، وانت حافظ على اسلوب حياتك. انا هيبقى ليا المسجد بتاعي هناك، وانت هيبقى ليك المعبد بتاعك هناك، وكل واحد فينا عنده مشاكله الخاصة. مثلا الهندوس والمسلمين ما بيتوافقوش مع بعض، كويس، والمسلمين واليهود برضه ما بيتوافقوش مع بعض، كويس، والهنود والباكستانيين ما بيتوافقوش مع بعض، كويس، وعندهم المشاكل دي بقالها قرون طويلة. والتعددية الثقافية نفسها، آسف أقول كده، كتير من السودانيين من ساعة ما أستراليا جابت ناس كتير من السودان، إحنا ما جبناش بس ثقافة الأكل واللبس والمناسبات الخاصة بتاعت السودانيين، وكمان جبنا معاهم ثقافة السواطير وثقافة السطو على البيوت. فالحاجات دي ما ينفعش تتخلط مع بعض. وليه ما ينفعش يتخلطوا مع بعض؟ عشان هم في الأساس مختلفين عن بعض. وليه؟ ولما يكون في اختلاف يبقى في حاجز بينهم، زي الزيت والمية، الزيت والمية ما يختلطوش. فهو في الحقيقة بيقول العكس تماما، اللي انت بتقترحه في طبيعته بيفرق الناس عن بعض، وده تعريفه. التعددية الثقافية بتفرق الناس. الثقافة الواحدة مش بتفرق الناس، هي موحدة، كلكم متحدين تحت راية واحدة. والحاجة التانية اللي قالها احنا بنمثل أستراليا، عارف ايه؟ ده شيء لطيف منه انه بيقول انكم بتمثلوا أستراليا، وانكم مش بتلعبوا لبلد تانية. اظن هو اصله كيني، انت مش بتلعب لكينيا. بس كنت بفكر، مش ده شيء مذهل؟ سواء كنت باكستاني او هندي او افريقي او
أقدر أوريك فيديوهات تانية كمان. بص على ده. المهاجرين من دول غير غربية دايما بيميلوا يشجعوا بلادهم الأصلية في الرياضة وحتى في السياسة على فكرة. بص على ده. يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب، كلموني مين هيكسب النهارده؟ يا راجل انت عارف مين هيكسب النهارده؟ تركيا، يلا بينا. يلا بينا. حتى الرجل الأسود ده بيشجع تركيا ضد أستراليا، وتركيا مش معروفة، تركيا عنصرية أكتر بكتير من أي دولة غربية تانية. وأنا بتكلم من تجربة شخصية. أنا بعرف باكستانيين عايشين في أستراليا وحتى اتولدوا وتربوا في أستراليا واتولدوا وتربوا في بريطانيا، بس كل ما باكستان تروح إنجلترا أو تيجي إنجلترا لباكستان تلعب كريكت، الناس الباكستانيين دايما بيشجعوا باكستان. الباكستانيين اللي في بريطانيا وأستراليا دايما بيشجعوا باكستان. ليه كده؟ أنا مش بتكلم حتى عن الجيل الأول من الباكستانيين، أنا بتكلم عن الجيل الثاني من الباكستانيين. ونفس الموضوع مع الهنود، ونفس اللي شفته مع الأتراك. الأستراليين دول ليه كده؟ بس عثمان خواجة اللي هو أظن اعتزل دلوقتي كان لاعب كريكت أسترالي في مباريات التست، وأصله باكستاني، هو اتولد في إسلام آباد. هو طبعا مثل استراليا، لعب مع منتخب استراليا، بس لو ما كانش لعب مع استراليا كان هيشجع باكستان. يعني انت بتمثل استراليا بس، يعني قصدي انك بتمثل استراليا بس لما بتاخد ملايين الدولارات، مش كده؟ فالحجة دي ملهاش اي قيمة. مش ده شيء غريب؟ الناس دي بتستخدم الحجج دي عشان يسكتونا، بس احنا فاهمينهم كويس. انت مش بتمثل استراليا، انت بتمثل رصيدك في البنك بس. لو ما كنتش وصلت لمنتخب أستراليا لكرة القدم كنت هتشجع الفريق الكيني، فريق كرة القدم الكيني، لو عندهم واحد. أنا بفترض إن عندهم. منتخب استراليا لكرة القدم هو افضل مثال على كده. ولو في حد بيحاول يفرق ده يبقى غالبا مش أسترالي أصلا. بمعنى الكلمة مع كامل الاحترام، لأن أستراليا بلد شاملة جدا وبتضم الكل. بس ده ما ينفيش فكرة الثقافة الواحدة. أستراليا بتضم كل اللي بيتبعوا الثقافة الأسترالية وطريقة الحياة الأسترالية. هم بيتخلوا عن ولائهم القديم وبيكون ولائهم الكامل لأستراليا. فممكن فعلا يقدم حجة قوية لفكرة الثقافة الواحدة. ممكن يقول شوفوا أنا أصلي كيني، بس أنا أديت كل حاجة لأستراليا ومش واقف غير مع أستراليا، مفيش أي حاجة تانية، ما عنديش أي ولاء تاني. لا أيوة أهلي وكذا كينيين، فإحنا فعلا عندنا أكل كيني وفعاليات ثقافية كينية وكذا، بس أولادي هيكبروا كأستراليين. هو فعلا ممكن يقول كده، بس لا ده مش اللي هو بيقول. هو بيقول خلونا نفضل متفرقين باسم الثقافات المختلفة. ايوه ده بالظبط اللي هو منتخب استراليا لكرة القدم. عندنا هنا 4 قصص مذهلة للاجئين اللي قدروا يتألقوا في أكبر مسرح في العالم، في الرياضة العالمية. ايه الصحفي الووك ده؟ هو لسه قال كده. طب ايه رأيك في اللاجئين اللي جم أستراليا وقدروا يحققوا حاجات مذهلة؟ طيب خليني أوريك الحاجات المذهلة دي. زي ما قلت، لو حجتك إن اللاجئين والمهاجرين من ثقافات معادية أو ثقافات مش متوافقة مع الثقافة الأسترالية جم أستراليا وقدروا يحققوا حاجات مذهلة، وانت بتورينا 3 أو 4 أمثلة كويسة. طيب يبقى احنا كمان لازم نوريك الأمثلة دي. عنف عصابات أفريقية بالسواطير بينفجر في حفلة بيت في ملبون و2 دخلوا المستشفى. حرفيا احنا بنسمع الأخبار دي تقريبا كل أسبوع، كل أسبوع بيحصل حاجة. احنا لازم نوريك الإحصائية دي. الشباب الأفريقيين بيمثلوا بس 2.6% من سكان ولاية فيكتوريا، ومع ذلك نص الشباب المحتجزين أو اللي في الحبس من أصل أفريقي. ليه كده؟ فما ينفعش تستخدم الحجج دي على مزاجك، لازم توضح الصورة كاملة. زي ما قلت مفيش شك عندي إن الثقافات ما بتندمجش. الثقافات ما بتندمجش يا جماعة. ده معناه ان استراليا فيها مجموعات متعدده. انا بس اقدر احلف او لا. ايوه كله كلام فاضي لما حد يحاول يفرق بين الناس على اساس حاجات معينه، على اساس انك ما بتختارش انت اتولدت فين وما بتختارش لون بشرتك، أنت بتختار تكون إنسان كويس. ايوه دي حاجه عليك. انت ما بتختارش انت اتولدت فين
وبتختارش لون بشرتك، مع إن محدش قال حاجة عن لون بشرة الناس. بولين هانسون قالتها بشكل واضح جدا، إننا مجتمع متعدد الأعراق أو متعدد الإثنيات، بس لازم نكون مجتمع ذو ثقافة واحدة. يعني هو نقاش ثقافي مش نقاش عنصري. أيوة. أنت ما بتختارش أنت اتولدت فين، لكن تقدر تختار تموت فين وتعيش حياتك إزاي، وتقدر تختار أسلوب الحياة اللي تتبناه، وتقدر تختار البلد اللي تديها ولائك الكامل والبلد اللي تقف جنبها. وزي ما قلت، هو كلاعب كورة كان ممكن فعلا يقول كده، بس هو ما عملش كده، لأنه مرة تانية هو بيدافع عن حاجة بطبيعتها بتسبب انقسام. بالتعريف التعددية الثقافية بتسبب انقسام. هو بيقول ما تفرقش الناس، بس في الحقيقة انت بتفرق الناس باسم الثقافات المختلفة وباسم الهويات المختلفة. قد ايه صعب نقول ان في هوية أساسية واحدة، احنا كلنا أستراليين، وتحت ده أستراليا تيجي أولا في كل حاجة. بعدين ممكن يبقى في الفعاليات التانية اللي مش ضارة، زي الفعاليات متعددة الثقافات، مش عيد الأضحى اللي فيه ذبح حيوانات، لكن العيد التاني ممكن تتبع أي ديانة انت عايزها في حياتك في خصوصيتك، طالما مش بتستعرض تدينك بشكل مبالغ فيه ومش بتحاول تفرضه علينا. لو اتبعت قيمنا المشتركة يبقى تمام، طالما القيم دي مش بتتعارض مع القيم الأسترالية أو طريقة الحياة الأسترالية، ده عادي جدا. أنا مش فاهم، أنا شايف إنه بيعمل حجة بتفرق الناس وبيتهم الطرف التاني إنه هو اللي بيفرق. ده كلام فاضي. يعني في ناس بتختار انها تمشي عكس الصح، وده يبقى مشكلتهم هم كده، هم بيضيعوا على نفسهم اللي ممكن الناس التانية تقدمه. وده اللي بتعمله التعددية الثقافية، بتضيف نكهة جديدة على الطاولة بدل ما يكون في حاجة واحدة بس. أيوة، زي النكهة دي. وبرضه لو هتفضل تتكلم عن النكهات الحلوة اللي بتجيبها التعددية الثقافية، يبقى لازم نتكلم عن النكهات الوحشة كمان، زي دي. دي سيدني يا جماعة، ده مركز تسوق في سيدني. عمري ما شفت مراكز تسوق أسترالية بتتعرض للنوع ده من الأجواء العدائية. لو الإسلام اللي هو ثقافة أجنبية ما كانش تسمح له يدخل أستراليا، ما كناش هنضطر نستحمل ده. ده مكان أكل في ملبورن تاني، نفس الناس اللي دايما بنشوفهم. بص على ده، شباب العصابات الأفريقية بيتخانقوا مع بعض وبيقطعوا بعض حتت. هو ده، دول هم. دي هي التعددية الثقافية، هو ده الطعم اللي بتتكلم عنه؟ المجلس الوطني للأئمة في أستراليا هو الهيئة العليا اللي بتمثل الأئمة والقادة الدينيين من كل أنحاء أستراليا. الشريعة هي الحل لمشاكل البشرية. بس ما ينفعش تقول أنا عايز أطبقها دلوقتي وأنت حتى مش قوي. أنت عايز تطبقها دلوقتي وأنت حتى ما عندكش قوة. أنت عايز تطبقها دلوقتي وأنت حتى ما عندكش دعم. فالثقافات التانية اللي بتجيب نكهات مختلفة هم كمان بيحاولوا يسيطروا بنفسهم، وبيقولوا إن إحنا هنعمل كده وإحنا عددنا أقل، هنعملها لما يجي الوقت المناسب. في مثل بالهند والأردو بيقول إنك حرفياً بتاكل التعبان. أنت بتدي التعبان لبن، ده هيعضك، ده هيقتلك. وده بالظبط اللي أستراليا بتعمله، ومش بس أستراليا، كل دولة غربية بتعمل كده. انت عايز تطبق الشريعة في دولة غربية؟ بص اسمعوا، هم بس مستنيين اللحظة المناسبة علشان يعضوا بيدس. أنت عايز تطبقها في دولة غربية؟ لو عايز تشوف الشريعة بتطبق، ولو عايزين نشوف الخلافة الإسلامية موجودة، لازم نجتهد عشانها. لما المسلمين يكونوا في حالة قوة، ساعتها يقدروا يبدأوا يتعاملوا مع السلطة. الله بيقول لك أول جهاد ليك هو على أي حال. فأنت فهمت كده هو بيتكلم عن النكهة دي؟ تعددية ثقافية بتجيب كل أنواع النكهات المختلفة. المشكلة انهم كده بيفوتوا عليهم اللي ممكن الاخرين يقدموه، وده اللي بتعمله التعددية الثقافية، بتضيف نكهات تانية على الطاولة بدل ما يكون في حاجة واحدة بس. دايما بيقولوا إنها حاجة واحدة، وكل مرة أدخل في نقاش مع واحد من جماعة الووك، وغالبا بيكونوا من البيض، بيقولوا لي إيه الثقافة اللي عند أستراليا؟ زي السمك والبطاطس المقلية.
دايما بيختصروا الثقافة في الأكل واللبس، وبصراحة الأكل وخلاص. بيقولوا بس انتوا ما عندكوش أكل، يعني عارف إيه؟ أنا أفضل أكل سمك وبطاطس طول عمري على إني أعيش في مجتمع فيه ناس جايين من مجتمعات همجية اللي فيها كره للنساء منتشر. النظام الأبوي هم بيحبوه. دايما بقول للناس اللي بتدعي التقدمية دي، أنا مش عايز أجيب ناس من مجتمعات أبوية بتكره الستات، وبعدين هم بيبقوا كده مع أنهم عادة ضد النظام الأبوي الغربي، بس بينسوا كل حاجة تانية، وده عنصري جدا منهم. هم فعلا بيحطوا الكل، حتى أنا، يعني كل الناس طبعا، بيقولوا أنت شخص غير أبيض. أنا قلت لهم أولا ده عنصري جدا إنكم تفترضوا إنكم تقدروا تحطونا كلنا الناس غير البيض في خانة واحدة زي الأفارقة وأنا، الناس البنيين، الأفارقة، الأسيويين، الشرق أوسطيين. يعني إزاي تقدروا تحطوا كل الناس دول في صندوق واحد وبعدين تبقوا المتحدثين باسمنا؟ لا، احنا مش عايزينكم تتكلموا باسمنا. وهم بيتجاهلوا تماما الاختلافات العرقية والثقافية، كأن المسلم هيتفاهم مع الهندوسي لمجرد ان الاتنين لونهم بني. بس في نظر الناس المجانين دول بتوع الواك، انتوا الاتنين ناس غير بيض، فخلاص امشوا ورا اللي بنقول. احنا هندافع عنكم ضد جماعة اليمين المتطرف بتوع تفوق البيض. لا، هم بيحبوا التقاطعية بس مش بيعترفوا بيها هنا. ده غباء جدا. فده اللي أنا شايفه، ده كمان رأي المجموعة، هي رحلات كتير لكن قميص واحد، ده اللي بنقوله، ده شعارنا في القميص. رحلات كتير بس قميص واحد، تمام، ده شعار كويس، بس مش شايف إنه هيفضل كده، مع إني بطلع شعارات كويسة برضو. يعني على أي حال، الإصرار على الحفاظ على هوية منفصلة باسم التعددية الثقافية هو في الأساس انفصالية بالتعريف. أنا عايز أحافظ على هويتي المميزة. يعني أنت عايز تفضل مختلف، طيب ده بيفرق الناس، مش كده؟ يعني مش عارف، الحجج دي مش قوية زي ما هم فاكرين.